اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. عندنا النهارده فيديو جامد، اخر حاجه كده يعني، مفيش بعدها. نعمل مع بعض كده هما ثلاث وصفات احلى من بعض. بس عايزه اقول لكم شغل فاخر من الاخر، شغل مطاعم بجد. لايك وشير لفيديو النهارده، واشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني. عملت ايه بقى؟ هحضر تتبيله كده جامده. حطيت نص معلقه كده من كل حاجه هقول لكم عليها: بصل بودره، توم بودره، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، وملح. بس الملح معلقه صغيره، كل نص معلقه ما عدا الملح. حطيت كمان كوبايه زبادي، وحطيت معلقه كبيره من الكاتشب. تمام. التتبيله دي وهم يا جماعه، هنعمل بيها شويه شيش طاووق عظمه. وحطيت كمان حوالي معلقه كبيره كده من المايونيز، معلقه خل كبيره بقى، ومعلقه زيت. اخف واحلى واطعم تتبيله ممكن تشوفوها. نعصر بقى ليمونه كبيره، بس انا ما كانش عندي ليمون، فكان عندي بديل الليمون ده. حطيت منه يعني نقطتين تلاتة لانه مركز قوي. كان عندي بقى هنا بصوا، كان عندي لخبطيطه شويه. عندي بنقلب التتبيله الاول مع بعض. بس كانت رناس بتساعدني بنتي، وانا قلت اقطع الفراخ، يعني هي بتحب تساعدني في المطبخ. فقلت خلاص هي تقلب التتبيله وانا اقطع الفراخ اللي كانت عندي كانت وركين وصدر. تمام. هو بصراحه شيش طاووق حلاوته يعني في الوراك، بحبه قوي قوي بالوراك. بس ما يضرش يعني، كله هيمشي حلو وهينفع، وكله هياخد من طعم بعض. فانا طبعا غسلت الفراخ الاول بليمون وحبه ملح وحبه سكر، ونقعتهم في الميه، وبعدين شطفتهم كويس قوي، وصفيتهم من الميه. وهقطعهم بقى زي ما انتم شايفين كده مكعبات، يعني وسط، مش كبيره ومش صغيره. قطعت كمان شويه بقى خضار حلو كده، فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل، زي تقطيعة الفراخ كده مكعبات. حطيت بقى على الخضار معلقتين كده من التتبيله. وبعدين هحط التتبيله، الفراخ في التتبيله. قبل ما احط الفراخ لازم ادوق التتبيله كده، علشان خاطر لو ناقصه شويه ملح ولا حاجه احطه. تمام. اقلب كله على بعضه. بيني وبينكم قلت اللي هيخليني اقلب الخضار لوحده والفراخ لوحدها؟ طب ما انا احطهم كلهم في الطبق، بلاش اوجع دماغي، وكله كده هياخد من طعم بعض. انا بحب اتبل الخضار بتتبيله الشيش طاووق، عشان خاطر يبقى ليه طعم، ما يبقاش مجرد خضار كده طعمه مش حلو. كده بياخد من طعم الفراخ وبيبقى حلو قوي. هسيبها بقى تتبل يعني على بال ما اجهز بقيه الاكل. تمام. لو حابين نعملها من قبلها بيوم طبعا يبقى احلى بكتير. جهز بقى سلطه معتبره. حطيت كده ميه بتغلي في حله على البوتاجاز، ومجرد ما غليت نزلت بالخضار اللي عندي، زي بسله، جزر، فاصوليا خضراء، ومكعبات من البطاطس. كل ده كده على بعضه. تمام. هتنزلته في ميه سخنه، وهسيبه لغايه ما يستوي. خلاص يعني هو ما بياخدش 10 دقايق بالظبط، بس اهم حاجه ما يتهريش، يعني بسيبه يستوي وما يتهريش، وبعدين اصفيه من غير ما اغسله ولا اي حاجه. حضر بقى الصوص بتاع السلطه على بال ما الخضار يستوي. معلقه بقى كده مايونيز، معلقتين مايونيز كبار، ومعلقتين زبادي كبار، ومعلقه واحده من المستردة. حط برضو يا اما عصير ليمون يا اما معلقه من بديل الليمون ده. اصغر بصلايه عندي بقى في التربو طلعتها وبشرتها من الناحيه الناعمه خالص من المبشره على المكونات دي. وهنزلها بقى على المكونات دي، وهتبل بملح. انا بصراحه يعني بحط الملح بالبركه وبدوق، يعني محتاجه ازود. ورشه من البصل البودره، ورشه من الثوم البودره، ويعني حاجه كده على طرف المعلقه فلفل اسود. هقلب بقى كل الصوص ده كده مع بعضه. عارفين انتوا السلطه دي انهين؟ اللي هي بتتعمل في بيتزا هات مع البيتزا، طعمها خطير وبتليق قوي مع المشاوي. بعد ما دقت وظبطت الصوص خلاص صفيت الخضار. ممكن نشطفه بميه كده، وممكن لا، انا بحب اسيبه عادي سخن زي ما هو كده كده بيبرد في ثواني يعني. هنزله بقى على الصوص، بحبه وهو سخن كده انزله على الصوص عشان يتشرب حلو قوي قوي من التتبيله دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقلب بقى، قلب كويس قوي لغايه
ما يعني تتوزع حلو قوي في قلب الصوص ده. بس هركنها بس جنبي تطلع البخار بتاعها ده وتهدى وتبرد، وبعدين ادخلها التلاجة لحد ما اخلص بقية الاكل. سبت بقى الشيش طاووق. عايزه اقول لكم التتبيله دي حلاوتها ان انا مش لازم اسيبها كتير، يعني ممكن اشتغل بيها على طول واسوي على طول، تبقى جميله قوي. رصيت بقى كل الكلام ده كله في صينيه، ووزعتها كده كويس، ومشغله الفرن بقى دلوقتي على اعلى درجه حراره، وحاطه الشبكه في الرف اللي في النص. قايده الفرن من تحت بس، مش قايده الشوايه لسه خالص. وزعت بقى خلاص الفراخ والخضار كويس قوي. هغطي بقى الصينيه دي بورق الفويل، تمام. وادخلها بقى ايه على الشبكه في الرف اللي في النص، اسيبها بقى ايه تاخد وتدي بشكل ودي لحد بقى ايه ما طبعا الخضار ده بقى ايه والبصل بقى والكلام الجميل ده كله هينزل ميته، وكمان الفراخ هتنزل كل التتبيله بقى ايه والعصاره اللي فيها كده ايه، تنزل ميتها وتشربها تاني. هدخلها نص ساعه بالظبط، ولما تطلع اقول لكم هعمل ايه. على طول بقى لازم ايدي تبقى شغاله في كذا حاجه كده. هجهز بقى شويه رز مبهر زي بتاع المطاعم بالظبط. حطيت كده مكعبين زبده كبار، معلقه زيت، ومجرد ما سخنوا بشرت بصلايه صغيره خالص. هدبلها شويه بس مع السمنه والزيت لحد يا دوب يعني ما تاخد لون على خفيف كده. هحط عليها فصين توم مفرومين. ما تستغربوش بصل وتوم في الرز، هتاكلوا شويه رز والله العظيم تحفه حكايه. كل اللي هيدوقه هيسالك انت عاملاه ازاي. بعد ما مجرد ما اشم ريحه التوم، حطيت معلقه صلصه صغيره خالص من اللي هي معلقه الشاي. اقلب كله مع بعضه. حط مكعب ماجي، هو كان قدامي فحطيته، مش حابين نحطه مش مهم. بصوا بقى عندي لون زعفران ده بجيبه من عند العطار، بحط منه يا دوب على طرف المعلقه، بيعمل لي حله رز قد كده، بيخلي اللون اصفر وجميل. وكنت غاسله 4 كوبايات رز مصري عادي خالص. عندك رز بسمتي يا اهلا وسهلا، ما عندكيش زي حالاتي ندخل على الرز المصري، وكله بقى غالي وكله محصل بعضه دلوقتي. اقلب بقى واشوح الرز كويس قوي عشان ايه ينطر اي ميه فيه زياده. بصوا الرز لونه عامل ازاي كهرمان. احط الملح، واحط حاجه بسيطه كده من الفلفل ايه الاسود. كنت الاول بعمل الرز بالكركم والكاري، بجد لما جربت لون الزعفران ده خلى الرز وداه في حته تانية خالص، وفي العزومات بقى يعني يشرفك قدام اي حد. بعد بقى ما شوحته جامد كده حلو، هنزل الميه بتاعته، الميه السخنه طبعا، والمقدار بتاعه عادي خالص. الرز المصري بتاعنا اللي هو كل كوبايه رز قدامها كل كوبايه ميه. وهسيبه بقى لحد ما يغلي ويتشرب الميه، وبعدين اوطي وهدي عليه خالص شمعة لحد بقى ايه ما يستوي على مهله خالص. عايزه اقول لكم لو مش حابين تحطوا ميه، لو عندك شوربه لحمه شوربه فراخ تقدري تزودي بيها الرز عادي جدا، يكون برضو حلو قوي. نص ساعه بقى وكان فات على الشيش طاووق في الفرن. بصوا بقى نزل بقى ميته وشربها تاني وحاجه كده، يعني ما اقولكوش الريحه جنان. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هقيد الشوايه خلاص، والفرن قايد برضو، وهدخله بقى لحد ما ايه ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده ويشرب كل الميه اللي فيه. ولعت فحمايه بقى عشان نعمل جو المطاعم في البيت بقى ايه ونشهيصهم. الريحه بقى ما اقولكوش، انا مش هغطيه، انا سايبه الريحه كده ايه تفحفح، وفي نفس الوقت ريحته جميله برضو، ما كتمش البخار قوي يعني. يلا بينا نغرف. نغرف بقى السلطه الجباره، بجد لو جربتوها هتعشقوها. ادمان، طعمها تحفه، ووجبه كامله، يعني هي اصلا وجبه متكامله فيها خضار، ونقدر نحط فيها اي خضار احنا حابين، ومشبعه، يعني طعمها حلو قوي كده ومشبعه. حلو فيها كمان ان لو عندك مثلا ولادك مش بيحبوا الخضار، بالطريقه دي هيحبوه قوي. طعم الصوص اللي فيها مميزها كده ومضيع طعم الخضار، موديه في حته تانية. حبيت بقى اغرف بقى بطريقه كده ايه يعني شويه كده غير تقليديه، فحطيت ورقه فويل كده في صينيه كبيره، وقلت يلا هغرف كله ايه في قلب الصينيه دي. حطيت بقى الشيش طاووق بقى اللي ريحته جنان بقى، ريحته فظيعه. واغرف بقى حواليه الرز الاصفر. بصوا بقى الرز كهرمان زي العسل، لونه حلو قوي، والصلصه شفته مش باينه فيه خالص ولا اي حاجه، بس نكهته وطعمه حوار حوار حوار.
عايزاكم تجربوا الاكله دي مع بعض كده. يا سلام بقى لو عندك بقى حد هيتغدى او عزومه او في رمضان، طعمها خطير. بصوا الجمال، حطيت بقى الفحمه في النص كده تعمل شو بقى وهي والعه كده، وطعمها وريحتها حلوه قوي. تعالوا نشوف الفراخ بقى. بصوا الفراخ دايبه دوبان، وفي نفس الوقت طريه، يعني مش ناشفه مش محجره. الطريقه دي بحبها قوي في شيش طاووق، ولا عصيان بقى خشب ولا الكلام ده خالص. بصوا حتى الحته اللي هي من الصدر دايبه ومش مستحمله خالص. يا رب الفيديو يكون النهارده عجبكم، حطوا لايك واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.